السلام عليكم. يومكم سعادة وهنا يا رب. النهاردة 1 يناير 2026. يعني بصراحة تاريخ مميز قوي، وأول يوم في السنة، وأصلا القيمة العددية للسنة بتساوي 1 برضو. يعني النهاردة نقدر نقول كده 1 1 1 برضو. يعني بداية جديدة وطاقة رائعة. يا رب اجعلها خير وفتحة خير لينا جميعا، وسبب في ان البداية الجديدة اللي بنبدأ بيها السنة دي تكون بداية موفقة، وكل واحد يحقق أمله بأجمل مما يتمنى كمان يا رب. قراية النهاردة مش عادية، يعني هي قراية كلها حر وبرد ونار، يعني شوية تبقى تلج وشوية ترجع نار. أنا مش عارفة في ايه بصراحة. يعني لو انتوا طاقتكوا اليومين دول كده، يعني تعيطوا كتير مثلا، بتفرغوا مشاعر غضب عارم فجأة، بتضحكوا وكله يبقى تمام، وفجأة كده يحصل حاجة صغيرة تبان تافهة بس تغير مودكم تماما، أو تبقوا مش لاقين الشغف في حياتكم ولما تلاقوه يروح بسرعة. لو محتارين بين اختيارين سوا، يعني الحب والعمل مثلا، او حتى اختيارين في الحب او اختيارين في العمل، وحقيقي انتوا مش فاهمين فيه ايه، لو يبقى القراية دي معمولة علشانكم. لو عاوزين تسمعوها من باب الفضول، يعني اوكي، هي عامة قراية، يعني انا بعتبرها كده قراية مناخ، يعني قراءة الطقس، بس الطقس بتاعك انت، يعني حالة عواطفك ومشاعرك والفصول بتاعتك، الربيع بتاعك والشتاء بتاعك. فتعالوا بقى نبدأ القراية بتاعتنا ونقول بسم الله. أول كارت ظهر معايا هو العجلة. يعني أول صورة قدامنا فيها صورة مية كده بتتحرك، وعجلة بتدور تحت إشراف الملاك اللي في الصورة. يعني هو الملاك ده أصلا ليه من ضمن أساميه، يعني إن هو بيسمى برحمة الله، يعني بيعتبر ملاك الرؤى، ملاك الأحلام، مش الأحلام العادية بقى، يعني الأحلام اللي جواها أمل كده والتحولات الإيجابية. وهو معروف عنه إنه بيساعد الناس على تقييم حياتهم، والتعلم من الأخطاء وإيجاد الشجاعة للتغير نحو الأفضل. يعني هو جاي يقولك أنت في مرحلة محتاجة تقييم لكل ما مضى، والتعلم من التجارب مهما كانت صعبة. يعني ظهوره لينا في 1 يناير في بداية السنة مش صدفة خالص. هو جاي يساعدك تبدأ على نظافة من الآخر، وبيقولك في بشارة جميلة ان السعد والهنا والحاجات الجديدة جاية كلها بأمر الله، بس لما انت تبدأ من جديد. عجلة الحظ اللي قدامنا دي عاملة زي ساقية المية كده، يعني هي مش عجلة حظ بتلف وخلاص، لا دي عجلة مية. المية هنا رمز مهم قوي، لان هو رمز لانتقال الزمن، يعني للتدفق وللشفاء من وجع الماضي. انت في عندك حاجة من الماضي لسه شغلك، لسه وجعك بمعنى أصح، انت لسه ما بدأتش على نظافة بمعنى الكلمة، يعني لسه الماضي بيشدك في حاجة بقى بتوجعك، في ناس بتفتكرها وتقعد تزعل، في ذكريات من الطفولة أو من أي فترة من فترات حياتك، في قرارات انت خدتها وندمت عليها. الحقيقة شوية الذكريات دول وشوية الحنين اللي جواك لازم تتغسل منهم، خلاص ما بقوش ينفعوا يكملوا معاك اكتر من كده. استغل فترة بداية السنة والقوة الروحية والطاقية اللي موجودة في اليوم اللي احنا فيه ده، او عامة في وقت سماعك للرسالة، لان عجلة الحظ اللي قدامنا دي بتقولك الحظ اللي موجود واللي جايلك في الطريق محبوس وجاف وما كانش ينفع يوصلك، بس خلاص دلوقتي اتفتح له مجرى. يعني العجلة هنا جاية تقولك ايه اللي هيتغير جواك هيتغير، والحظ هيجي والدنيا هتبقى زي الفل، اما تنسى الماضي، اما الانسداد اللي جواك ده يتنضف ويتطهر والمية تجري تاني. طيب تاني كارت ظهر هو اوريكل، مكتوب عليه سخمت. وسخمت للي مش عارفها هي آلهة مصرية قديمة،
يعني كانت بتصور على شكل أنثى أسد. هي صراحة يعني في الميثولوجي طاقتها نارية جدا، يعني بس مش مجرد نار عادية يعني، لا، في الميثولوجي المصرية سخمت اتخلقت كأداة غضب إلهي، يعني الآلهة خلقتها مخصوص لمعاقبة البشر، وقرروا ان هي تنزل الأرض تحرق البشر اللي فقدوا الاتزان وبدأوا يموتوا في بعض ويدمروا الطبيعة ويستغلوا خيرات الأرض بدون عقل وبدون مراعاة لبعضهم البعض. يعني الأرض كانت في حالة فساد طاغي، ونزلت سخمت علشان تمسح البشر تماما من الوجود. لكن سخمت وهي بتعمل كده كانت هتخلص على العالم كله تماما، يعني ما كانش هيبقى فاضل بني آدمين نهائي. غضبها خرج عن السيطرة، فالآلهة اضطروا يخدعوها ويدخلوها في حالة من السكر كده علشان تهدى وتبطل سفك الدماء الوحشي اللي هي كانت بتعمله. والحقيقة الخطة نجحت، سخمت هديت خالص وتحولت للوجه الآخر من الغضب العارم، وهو الوجه الرحيم، يعني اتحولت من سخمت لحتحور. طيب، اللي يخصنا بقى في الأسطورة دي هو المعنى والحكمة اللي جوه الحدوتة، الخلاصة يعني. وهو هنا بيقول لنا بصراحة إن الدرس المستفاد من أسطورة سخمت هو إن الشغف والحماس جواك ممكن يبقى حاجة من اتنين، ممكن يبقى قوة شفاء وممكن يبقى قوة فناء، وانت بقى اختار على حسب ما تختار. بعتذر لكم صوتي تعبان شوية النهاردة، جايلي انفلونزا وشكلي هاخد يومين راحة بعد القراية دي، فمعلش اعذروني، وان شاء الله هبقى اخد بالي بعد كده يعني. نكمل قراية كارت سخمت. سخمت هي بتحذرك الحقيقة، يعني بتقولك ان الكبت الطويل اخطر من الغضب، يعني هي بتنبهك ان جواك نار انت ما سمحتلهاش تطلع، كبتها، فاللي حصل ان انت اللي اتأذيت. مش معنى كده انها تخرج بقى زي سخمت تكسر وتخبط في كل حاجة حواليك، لا، انت مطلوب منك انك تحول الغضب ده اول باول. اول ما تحس ان انت غضبان اقعد مع نفسك كده واعرف اسباب الغضب ايه، اعمل للغضب للمشاعر دي انتجريشن، يعني حولها بشكل واعي للهدوء وللرعاية بتاعت حتحور، يعني حول غضبك لقوة بناء. انت زعلان ومتضايق وعايز تقوم تكسر الدنيا دلوقتي، ما تعملش كده، استخدم القوة والنار والإرادة اللي جواك دي كلها في انك تعمل حاجة مفيدة، حاجة ما تكسرش، حاجة تبني، حاجة تحقق لك انت السعادة، مش تجيب لك التعاسة وتخلي حياتك أصعب. الصورة بتاعت الكارت كلها نار، بس نار مش فوضوية. يعني بصوا معايا هنا في قلب الصورة في حجر متوهج ومشقوق وطالع منه نور، ده حجر العقيق الناري. وهو حجر ليه خواص كده للحماية ولتحويل الطاقة يعني ان الشغف اللي جواك يزيد بشكل صحي. سخمت هنا جاية بتقولك انا جاية لك النهاردة علشان انبهك ان القوة اللي جواك هي قوة تصحيح كوني، لازم تستغلها للبناء مش للهدم، لان للأسف انتوا يا جماعة الميزان عندكم اختل. يعني الميزان هو التوازن، يعني انتوا توازنكم الداخلي اختل، انتوا محتاجين ترجعوا طاقة الشغف والنار والحياة والحماس والقدرة على الابداع وحب الحياة، ترجعوهم تاني، بس ترجعوهم كقوة بناء، تبنوا بيها بقى الحياة اللي نفسكم فيها، مش تستغلوها في الخناق والزعل والمشاكل، او حتى ان انتوا تقفلوا على نفسكم وتفضلوا غضبانين ومكتئبين. طيب، سخمت هنا جت علشان الكارت اللي قبلها هو كان كارت العجلة، وكارت العجلة فتح مجرى للحظ والسعادة والوفرة في حياتك. المجرى ده اللي كان محتاج بس حرارة علشان يغير شكله، يعني هي هنا جاية تساعد تفتح لك
طريق الحظ، جاية تقولك المجرى اتفتح جواك والسعادة جاية، بس لازم ننظف الطريق، لازم نشيل بقايا خيبات الأمل والتعاسة والكلام بقى اللي وجعك وذكريات الناس اللي مش ولا بد اللي وقفت في طريقك والعلاقات الفاشلة ورسائل الواتساب والصور وكل حاجة بقى. نظف يا عم، نظف كل ده ملوش لازمة، شيله بقى. لازم نطهر الطريق منهم علشان المية تمشي، عشان المية ترجع، علشان الحظ يجي. وده اللي هيحصل اما انت تعمل تحول نار الغضب اللي جواك لشغف. انت هتحول سخمة لهتحور جواك، هتخلي نار الغضب اللي تراكمت جواك دي تتحول لشغف من تاني وابداع. انا عايزاك تشوف ايه هي مواهبك من فضلك، طورها بقى. يعني بصوا، دي تاني قراية في يومين تتكلم عن المواهب والشغف والإبداع. الكلام كده مش صدفة خالص، دي رسالة مقصودة. انتوا جواكوا طاقات إبداع وجمال مش مستغلة، جايز انتوا عارفين ايه هي، وجايز انتوا لسه محتاجين تكتشفوها، بس ضروري تعرفوها. طيب انا برضو عايزة افهم فيه ايه، فجبت بقى التارو وقلت لازم افهم اكتر ايه اللي بيحصل بالظبط مع الناس دي. اصل الموضوع ده كده مش صدفة خالص، يعني واضح ان في حد منكم محتاج ارشاد اكتر. فطلعت التارو وطلعت اول كارت طلع معايا هنا هو 10 من العصيان. يعني هنا الصورة بتصرخ تلج. بصوا كده معايا، الصورة بتصرخ تلج في كل حتة، برودة في كل حتة، غابة بقى وتلج، وشخص شايل حمل تقيل فوق ظهره، والتلج مش خفيف، رجليه بتغرس فيه وهو ماشي. ده تلج تقيل، تلج صامت. يعني التلج ده كان نار. ايه بقى اللي برده بالشكل ده؟ اللي برده هو النار اللي اتكبتت جواك سنين بقى، سنين لدرجة ان هي اتجمدت. ارجعوا بقى بذاكرتكم لورا يا جماعة، واعرفوا الشغف اللي كان جواكوا راح فين. العصيان في التاروت يا جماعة دي طاقة نار صرف، طاقة حرارة كده، طاقة حب، طاقة شغف. اما تتجمد للدرجة دي معنى كده ان هي اتنست سنين طويلة. الكارت هنا النار دي مش مولعة، مش بتتحرك كده، النار دي اتسكت عليها. يعني انت جواك موهبة او مشاعر. وهنا بقى النقطة المهمة جدا، لان بعد النار اللي كانت في كارت سخمت والحرارة والالوان الحمراء والعقيق النيري والكلام ده كله، ظهر لنا اول كارت تارو بيتكلم عن تلج، وتلج قوي بالشكل ده. يعني دي علامة ان النار اللي عندك لسه موجودة في العمق، لكن السطح لسه متجمد. هسحب كارت تاني واشوف ايه اللي بيحصل. يعني الله، رابع كارت بقى طلع هو كارت العربة. والعربة في التاروت يا جماعة هو رمز التحول الداخلي. يعني التاروت بيأكد على اللي احنا عرفناه لغاية دلوقتي. في تاروت بقى رايدر ويت سميث اللي هو يعتبر اصل التاروت، واحنا بناخد منه كل المعاني الاصلية للكروت. بيبقى مرسوم فيه 2 ابو الهول مرسومين كده جنب بعض، واحد بيمثل الين والتاني بيمثل اليانج. انما هنا في الكارت ده طالع ابو الهول واحد بس، وقاعد مكانه في هضبة الأهرام، موجود كده زي ما هو في الحقيقة قاعد. هنا بقى قلب القراية كلها. أبو الهول وقمر كامل في الأسد، بدر في الأسد مكتمل فلكيا، يعني قوة نار مضاعفة. يعني بقى شوفوا كاريزما وشغف ونجومية كده، طاقة سوبر ستار يعني، والسما مفتوحة والحياة جميلة ومفيش تلج، بس أبو الهول قاعد من غير حركة. هنا صحيح الجو حر وفي شغف كده، إنما مفيش نار مشتعلة. يعني برضو مفيش الحرارة بتاعت العصيان، حرارة الشغف. أبو الهول قاعد مش بيمشي. يعني جواك التحول حصل بس من مكان غير، يعني مش مكان يساعدك على الانتقال، يعني حصل من غير انتقال، يعني من غير ما يبقى فيه تغيير واضح عليك من بره. يعني انت اتغيرت صحيح بس لسه مش باين عليك.
ده كارت كأنه جاي بيقولك انت بقيت شخص تاني، بس انت لسه واقف مكانك. وهنا في الكارت ده في ظهور باطني لسخمت مرة تاني، لان سخمت هي بتتعمل في التماثيل المصرية القديمة، بتتصور زي ما قلت لكم على شكل أنثى الأسد. وأبو الهول هو يعني معروف إن هو جسده جسد أسد ورأسه رأس إنسان، يعني عنده جسد حيوان اللي هي النار والغريزة، ورأس إنسان اللي هو الوعي. يعني ده تجسيد لسخمة تاني بس بعد التهذيب بقى. يعني هنا في بشارة إن شاء الله الغضب اللي كان جواك دوت والنار والعذاب هيتحول لقوة حراسة مش قوة هجوم. يعني انت واعي للتحول وبتستخدمه لمصلحتك مش لتدمير الآخرين. برافو عليك، انت كده على الطريق الصح، قاعد رايق يا ابني أو يا بنتي، وبتبنوا حياتكم كده مرة تانية بنار الشغف والإبداع. قاعدين بتفنفنوا كده ورايقين وبتبدعوا وبتخلقوا عالم. انتوا في لحظة خلق قاعدين بتبنوا لنفسكم حياة. يعني انتوا لو عندكم مشروع فانتوا قاعدين تبنوه طوبة طوبة. برافو عليكم، شابوه يعني. 5 كارت هو كارت 4 من العصي، بس التلج رجع. طيب رجع بس فين بقى؟ يعني رجع برا، انت قربت خلاص من البيت الدافي بس لسه في شوية تلج. لقيت خلاص المأوى الأمان بتاعك وعرفته ولقيت مكانه وهتدخل فيه وتبعد بعيد عن العاصفة والحمل اللي كان على ظهرك ده. والحمل كمان قل، يعني رقم العصيان قل. العصيان اللي كانوا 10 بقوا 4، يعني حمولك وهمومك قلوا الحمد لله. وكمان لقيت البيت ده تطور رائع بصراحة. الدخان بقى اللي طالع من المدخنة، يعني في حياة جوه اهو، وفي حدود كمان تحميك، في حيطان هتحميك، وفي حياة انت مجهزها ومظبطها ليك. النار اللي طالعة من المدخنة مش بس بنطبخ بقى وعايشين حياتنا، لا يعني خلاص بقى العجلة مشيت والدنيا هتمشي معاك ان شاء الله. الحدود واضحة اهو، والناس بتوعك جوه في امان، افكارك ومشاعرك في امان جوه البيت، وانت خلاص لقيته كمان، لقيت البيت. دي خلاص يعني علامة ان انت مش هترجع للتجمد تاني. الخطر بقى والشقة والتعب خلاص انتهوا، لان اللي قدامنا في الكارت ده تلج امان، تلج ما بيجمدش روح. وكمان الشمس بدأت تطلع، يعني خلاص تلج شوية وهيروح تماما، وده فرق جوهري بصراحة. سادس كارت طلع هو الناسك. ليل بقى ووحدة ونور وطريق ضيق بس بصراحة يعني أنا شايفة الناسك مش بردان، هو ماشي كده مستقنيس، يعني زي ما بنقول في مصر وحدي لكن وانسان في حالي كده، عايش 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 وهو عارف هو بيعمل ايه. يعني من بعد التلج اللي حصل في اول كارت، والنار اللي حصلت في تاني كارت، والتلج اللي رجع في رابع كارت، جاي بقى الاعتدال في 5 كارت اللي هو الطقس اللطيف اللي جاي مع الناسك. يعني كأنه بيقول كأن الناسك دوت جاي بيقول دلوقتي لو هنسمع صوته هيقول لنا مثلا انا دلوقتي بقيت اعرف اتحرك جوه نفسي من غير ما اتحرق ومن غير ما اتجمد. انا نضجت واتعلمت وفهمت، وحتى لو ماشي في ضلمة فالنور بتاعي مكفيني وموريني الطريق. الله عليكم. شايفين بقى العصاية بتاعته دي؟ ركزوا كده معلش عشان انا مش هتجنن لوحدي يعني. شايفين العصاية دي؟ شايفين العصاية بتاعته؟ اقول لكم انا مفاجأة؟ لا هحكي لكم الاول. بصوا يا جماعة، انا بختار الديك اللي هقرا منها بشكل عشوائي، يعني ما بقاش مركزة دي معناها دي فيها معاني كذا فاقوم مطلعها، لا انا بشكل عشوائي تماما. وما كنتش واخده بالي تماما من شكل عصايه الناسك دي غير دلوقتي. انا عايزاكم بقى تبصوا معايا على العصايه، شايفين؟ احطها لكم كبيره. بصوا العصايه دي نسخه طبق الاصل من مين؟
من تاج حتحور. هنا سأسكت قليلا. بجد يعني انا منبهرة. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا شطار قوي ما شاء الله. الله اكبر عليكم. بصوا يا جماعة، التاروت مش بيكلمنا، التاروت بيلم لنا الرموز لم كده وبيقول لنا بصوا اهو. انا هجيب لكم كل حاجة تأكد الرسالة. عايز هفهمكم، يعني هفهمكم. التاروت بيغني يا جماعة. الناسك ماشي بعصاية في عز الضلمة، العصاية عليها تاج حتحور. واخدين بالكم؟ حتحور دي اللي كانت سخنت في الأسطورة، اللي هي تحولت خلاص لرمز للرحمة والرعاية الأمومية والعطاء. يعني بيقول لكم يا جماعة ما تقلقوش، دي بشارة واضحة وصريحة ان انتوا في الطريق الصح ان شاء الله، ومعاكم حماية كمان وارشاد الهي قوي جدا، وربنا هيبعت لكم الرعاية والعناية حتى في عز وقتكم الصعب وفي عز وحدتكم. اطمنوا. انا مبسوطة. طيب، سابع كارت طلع معايا بقى هو كارت 2 من العصيان. 2 عصية يعني. شوفوا الصورة بقى كويس، يعني في تلج تحت اهو، حبة صغننة، وفي فتحة، يعني فتحة دي عاملة زي بوابة كده، وراها عالم مشرق مشمس، مفيش جوه تلج. خلاص بقى الجو بقى جميل وبديع كده، وكمان حصان ابيض زي القمر كده جميل قوي واقف، وخيوط ملونة كده بتتحرك، وفوق الباب دلع بقى. يعني فوق الباب في حمامة بيضة كده قاعدة في فتحة على شكل قلب. الله الله الله، ده انت هتتغير تماما، ده انت ربنا هيفتح عليك وهتبقى حاجة حلوة قوي. الحمامة البيضة دي انا مش عارفة اعمل ايه في الدوشة. سامحوني يعني. الحمامة البيضة دي رمز مهم جدا. قلبك هيتغير، كأن هيبقى معاك قلب جديد نقي وجميل كده. الحمامة هي أول كائن جاب البشارة لسيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان، وده رمز لا يمكن تجاهله. انتوا يعني الحياة هتتنغنغ. هتتنغنغوا كده، يعني هتبقوا حاجة حلوة قوي. الحمامة اللي قاعدة في الشباك دي يعني فظيعة. انتوا هتعدوا بقى بأمر الله، هتعدوا للفرج والفرح والحياة الحلوة. يعني الكارت ده عبور طاقي بصراحة، يعني طاقتك وحياتك والعالم بتاعك كله هيتغير الأحسن بأمر الله. انت تخليت بقى عن الماضي، ونظفت ذكرياتك، وحاولت دفت مشاعرك، واخترت صح يا معلم، فحصل لك حاجة مذهلة. عبرت جواك وغيرت دماغك تماما. انت بقيت حد تاني، حد جديد. وهو ده اللي كان لازم يحصل من الاول بصراحة، يعني عشان تقدروا توصلوا في الاخر للمكان الجميل ده لازم فعلا تتغيروا تماما. هقول لكم بقى على سر. لو عاوزين تعرفوا البوابة دي مكانها فين وهتدخلوها ازاي، هقول لكم التاروت موريني ايه بالظبط دلوقتي، لانه هو موريني حاجة يعني انا شفتها بصراحة بالصدفة، بس لازم تشوفوها معايا. بس عشان تعرفوا تشوفوها عاوزاكم تبصوا على الكارت اللي قدامكم ده بتركيز عالي. بصوا، لان الكارت ده اما هنعمله كده ونركز هنشوف جواه ايه بقى. هنشوف جواه دي، وده اللي يأكد ان البوابة بتاعتك جوه دماغك. البوابة اللي هتفتح لك ابواب الخير والسعادة دي هي افكارك، هي تغييرك لافكارك، تغيير دماغك. انت هتغير دماغك، هتغير حياتك كلها. غير دماغك غير حياتك. عايزين معلش بقى الشعار بتاع 2026، غير دماغك غير حياتك. تمام؟ عاوزة بقى قبل ما امشي اجيب لكم نصيحة اخيرة كده صغنونة حلوة نقفل بيها القراية الجميلة دي. عاوزة اعرف هل في نصيحة انت محتاج تسمعها دلوقتي ومحتاجها جدا فعلا في الرحلة دي عشان تقدر توصل للمكان الرائع بتاع كارت 2 من العصي ده؟ ظهر كارت 5 من العصي. ايه حكاية العصي معاكم يا جماعة؟ دي نصيحة برضو على فكرة واضحة قوي. يعني في تلج بره اهو، بس في ناس جوه قاعدين في الدفا، يعني قاعدين في الامان وفي المكان الحلو، قاعدين بيلعبوا شطرنج
والشطرنج ده لعبة تنافسية، واحد فيها بيكسب والتاني بيخسر، يعني تنافس ممكن يؤدي للخلاف. والخلاف هنا يعني هو مش رسالة الكارت ليكو، لأ، هي رسالة ليكو والنصيحة برضو ليكو ان مش كل معركة تتكسب بالهجوم وبالحروب. الحظ الجديد بتاعكو ممكن يضيع من بين ايديكو لو فضلتوا تحاولوا تثبتوا انكو صح مهما حصل. الحظ هنا مرتبط انك تبطل معارك ملهاش عائد وسيب الناس تنتصر. يا عم سيب اللي يكسب يكسب، اختار انت بذكاء معاركك، اختار معركتك وامشي من المعارك والصفقات والاتفاقات والعلاقات اللي مش تناسبك، اللي اصلا موجودة علشان تشوشر عليك، عشان تستنزفك. وفر طاقتك للمهم. انا كده خلصت، شكرا ليكم. لو لمستكم القراية اسمعوها تاني وشيروها وساعدونا نوصل لناس اكتر، وسلام عليكم.